مساء الخير، متابعي قناة عبير سبورت، برحب بيكم. اليوم هنتكلم عن موسم الأفلام اللي نزلت في سيزون الصيف، بداية من العيد الصغير وعيد الفطر، وكان عندنا عيد الأضحى، وكان عندنا بقى الأفلام بتاعت أجازة الصيف في شهر أغسطس. هو تقريبا حوالي 21 فيلم نزلوا في سيزون 2023 في الصيف. طبعا كان في العيد عيد الفطر كان فيلم تاج، فيلم هارلي، وفيلم البابا، وفيلم بيت الروبي، وفيلم مستر اكس. طبعا انتوا، لا مش مستر اكس كان في العيد الكبير، عشان بس الذاكرة يعني عندي تايهة شوية. آه، طبعا احنا كلنا شفنا الافلام اللي نزلت، انا عن نفسي تابعت معظم الافلام يعني كلها، باستثناء فيلم وش في وش، ده ما شفتوش لسه لحد دلوقتي. لكن اقدر اقول ان كل الافلام اللي نزلت يعني محتواها كان ضعيف جدا. سينما مجرد تيكاوي كده، سينما اخطف واهرب، يعني زي ما بيقولوا. يعني مجرد كلمتين مكتوبين وكم مشهد على كم اغنية على كم اي اكشن كده في الفيلم، وعملنا فيلم. يعني دلوقتي صناعة الافلام بقت يعني اسهل حاجة انك تصنع فيلم، يعني عادي. يعني ممكن انا لو معايا فلوس انتج فيلم عادي، يعني مفيش مشكلة. مستوى السيناريوهات هبط، وهبط بدرجة كبيرة جدا. يعني بالنسبة يعني على انا هديكم الافلام اللي هي ايه، يعني اللي في الاخر بقى، في اخر الجدول كده. فيلم مطرح مطروح وفيلم دولارات دولارات، يعني الفيلمين دولت كانوا بالنسبة لي انا اسوأ فيلمين شفتهم الموسم دوت. ما حسيتش فيهم ان فيهم فيلم خالص، يعني كأننا يعني بنتفرج على حاجة كده على اليوتيوب وخلاص، يعني مش ولو اني شايفة ان مطرح مطروح يعني تصويره كان كويس، يعني عن دولارات دولارات، يعني ده اللي يعتبر أسوأ فيلم شفته السنة دي، مع المنتج بقى مدحت سعد، ما زعلش مني، معلش معلش، انا بقول رأيي بصراحة، يعني ما اقدرش اجامل يعني. آه مفيش قصة، ولا في سيناريو، ولا في كتابة، ولا في حاجة خالص. وما اعرفش ليه انت نازل في توقيت غريب، يعني بعد ما السيزون خلص. ما اعتقدش انه هيحقق حاجة، يعني مع احترامي لأبطال العمل. أمينة كانت هي وداليا البحيري برضو، يعني ظاهرين يعني أدوار حلوة، يعني وعملوا المشاهد بتاعتهم ممتازين يعني. بالنسبة لفيلم مطرح مطروح، هو محققش إيرادات كويسة في السينما، واتسحب من السينمات بسرعة، لأن هو المضمون بتاعه ما كانش قوي. آه، السيناريو بتاعه برضو ما كانش قوي. اما في الافلام بقى اللي نجحت، اللي هم التلاتة التوب بقى، بيت الروبي وعزيرو والعميل صفر، ومعاهم تاج، ودول يعتبروا اكتر الافلام اللي حققت ارباح الموسم ده. ويعني سمعت ان وش في وش برضو حقق ايرادات كويسة مقارنة يعني بالافلام التانية. طيب بعتقد يعني هما بيت الروبي وعزيرو، يعني هي قصص إنسانية شوية، بتعكس الواقع اللي الناس عايشاه. بيت الروبي بيتكلم عن السوشيال ميديا اللي بتشهر بسرعة، وان هنا في الناس يعني عموما بيمشوا ورا السوشيال ميديا، وبيبنوا حياتهم ومستقبلهم وتفكيرهم، وكل قراراتهم بيتأثروا بالسوشيال ميديا هما بياخدوها. والسوشيال ميديا دي ممكن تخليك بطل، وممكن فجأة تخليك مجرم يعني. بالنسبة للفيلم عزيرو، فهي قصة إنسانية طبعا. الكاتب مدحت العدل يعني تألق في كتابتها. وطبعا محمد رمضان أدى دوره كويس جدا جدا. الطفل بقى منذر اللي هو ظهر جديد معايا دوت، يعني الفيلم كان حلو، يعني مش عشان محمد رمضان يعني عشرة عمر يعني وكده، لا، أنا بقول الصراحة يعني.
الفيلم كقصة وسيناريو جامد جدا، تصوير واخراج كل حاجة كانت كويسة جدا. واعتقد ان هو دخل في منافسة مع فيلم البريمو مع محمد هنيدي. طبعا البريمو بقى انا مش عايزة برضو انسى ان هنيدي عمل شغل عالي جدا جدا كمنتج وكممثل في الفيلم مرعي البريمو. واحلى حاجة عجبتني ان الفيلم تم تصويره في سهل حشيش، ودي منطقة منتجع سياحي في الغردقة. بقى يعني بينه وبين الغردقة حوالي 15 دقيقة يعني بالسيارة، يعني ممكن اي حد يروحه. وده المكان المفضل ليا اللي انا بنزل فيه دايما في اجازاتي يعني من ساعة ما عرفت المكان ده وانا ما بغيروش بصراحة، لان شايفة ان هو احسن مكان للاستجمام والهدوء، وان الواحد يبعد عن الدوشة شوية. طبعا مفيش خلاف ان هنيدي ده نجم الكوميديا ونمبر وان في الكوميديا في مصر، يعني مش ما نقدرش نقول غير كده. بس هو الفيلم كان عايز مشاهد اكتر من كده يعني. وبرضو كان انا برضو عزيره يعني، انا برضو قلت الاستاذ مدحت العدل ان كان يجب الفيلم يعني يكون مدته اطول من كده، لان برضو كان محتاج مشاهد اكتر. طبعا العميل صفر يعني ده الفيلم الوحيد اللي فطست فيه ضحك. واكرم حسني طبعا عامل شغل كوميدي رائع جدا، واحلى فيلم كوميدي نزل الصيف ده والله من غير مجاملة. وانا ما اعرفش اكرم حسني وما يعني مش صديقي ولا حاجة يعني، وانا شفته بالصدفة مرة او مرتين في العروض خاصة. لكن والله بجد فعلا فيلم العميل صفر يعني يعتبر نمرة واحد نزل في الكوميديا السنة دي الموسم الصيفي. طبعا احنا في انتظار بقى نجمنا الكبير محمد عادل امام وفيلم ابو نسب، وده اللي ينزل ان شاء الله على الاجازة نص السنة، او في موسم الاحتفالات بقى رأس السنة وكده. واعتقد ان هو مجهز حاجة كويسة يعني، هو فضل ان هو يأجله ما ينزلش بيه في الصيف، علشان يعني انه كان لسه يعني محتاج حاجات كتير في التصوير. وانا شايفة ان الاستعجال في الافلام وصناعة السينما بيخسرك مش بيكسبك. انك عايز تعمل حاجة وتجري وتنزل وتلحق شباك التذاكر في موسم مهرجان بقى الساحل الشمالي والصيف بقى والله ده اكتر موسم استفادت منه المنتجين كمنتجين يعني. ده اكتر موسم حقق ارباح في السينما المصرية الموسم اللي احنا فيه ده، ورغم ان الافلام كلها معظمها محتواها يعني مش قد كده. فطبعا انا اتمنى ان السينما المصرية تتطور اكتر من كده، ونشوف يعني افلام جديدة افكار جديدة مع نجومنا بقى الكبار اللي احنا متعودين منهم دايما على الاعمال الفنية الممتازة. وما تزعلوش مني الناس اللي هم ما حققوش حاجة السنة دي يعني، يا كل الافلام كانت حلوة وانتوا عملتوا مجهود حلو ما نقدرش ننكره يعني. امير كرارة، فيلم البعبع، مستر اكس احمد فهمي وهنا الزاهد ونجوم مسرح مصر اللي كانوا معاه. فيلم مستر اكس ده اتصرف يعني انتاجيا يعني كانتاج الحاج احمد السبكي يعني صرف كتير على الفيلم ده، صرف كتير جدا يعني. وظهر في المشاهد يعني شخصيات رياضية وشخصيات عامة ومشاهير وكده. فطبعا انا مش عايزة انسي حاجة. فيلم البطة الصفراء غادة عادل ومحمد عبد الرحمن عملوا فكرة جديدة برضو عجبتني. يعني هو فيلم جميل حلو جدا، بس حظه في ايرادات في شباك التذاكر ما كانش زي العميل صفر يعني. العميل صفر غطى عليهم كلهم بصراحة يعني. فكل سنة وانتم طيبين يعني، موسم الافلام الصيفي خلص بسرعة، وفي انتظار بقى الافلام بقى في الموسم الشتوي. وفي فيلمين نازلين في اكتوبر برضو، فيلم يوميات سكر وفيلم تاني انا مش فاكراه قوي يعني، بس انا لسه شايفه الافيش بتاعه لسه الصبح.
يعني هما فيلمين هينزلوا، واحد 4 أكتوبر وواحد 12 أكتوبر، يوميات سكر. ان شاء الله بقى يعجبونا ونلاقي فيهم حاجة جديدة يعني غير اللي احنا شفناهم بقى في الصيف. وتابعوني بقى في مهرجان الجونة اللي جاي ان شاء الله يوم 13 أكتوبر.